الفرح النهارده بالليل، وانا بلف بالفستان عشان ما جبتش بقيت حاجته، عشان بيقولوا لي ان اخت العريس لازم بتكون متمرمطه، وانا متمرمطه فعلا. وسبت نفسي والله لحد يوم وبنت خالي متمرمطه معايا، وسبت نفسي لحد يوم الفرح الصبح، وجيت قلت لهم قالوا لي معلش ومعرفش ايه. فدلوقتي انا في الرحله بتاعتي ان انا ببحث عن كاش وطرحه وهيلز. مجبتش الهيلز عشان اللي كان في دماغي، رحت لقيت الراجل ما جابهوش ليا. فيلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه كده. الحمد لله بفضل الله والبهدله اللي انا فيها ديت انا قدرت اتوصل للطرحه والكاش، ومن ساعتها عماله الف على الهيلز، وكل ما اروح في حته اصلا مش لاقي حاجه، مش لاقي حاجه خالص. يا جماعه الساعه بقت 6، والفرح هيبدا الساعه 10، يعني ما عادش الا 4 ساعات، وانا لسه بلف على الهيلز وادوس البنات يعملوا شعرهم ولا عملت اي حاجه. وزي ما جه حلت اتفاق لاخويا، فدي حلت الاتفاق بتاعت ماما. قولوا ما شاء الله، ما شاء الله اللهم بارك. لا بتاعت ماما ما شاء الله اللهم بارك، فيها كل حاجه حلوه. دلوقتي احنا رايحين علشان خاطر نعمل للبنات شعرهم ونلبسهم الفساتين، وانا لسه متبهدله زي ما انا. يا دوب جبت الهيلز بعد لفه اكتر من ساعتين وشويه، واهو مروحين بقى علشان نعمل شعر البنات. ويلا هنشوف بقى نعمل شعرهم ازاي. حو تستعبطيش اتبطط. وبس كده ده الفاينل لوك.
وبس كده، ده الفاينل لوك، واستنوا فيديو الفرح.